السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. أنا دلوقتي عايزة أسأل سؤال مهم جدا لكل رجل. السؤال المهم ده، أنت دلوقتي زوجتك مزعلاك، بتطلب طلبات زيادة، ما بتديلاش حقوقك الشرعية، عصبية، بتطلع سر بيتها. ليه بقى؟ ليه بتعمم على كل النساء؟ ليه؟ هل ينفع ان يكون رجل عصبي وبيشرب مخدرات وبيضرب زوجته وبيهين زوجته، تطلع نساء تعمم على كل الرجال انهم بهذا السلوك؟ ليه في الفيس او في اليوتيوب او في اي حاجة بتيجي سيرة ان المرأة المصرية نكدية؟ يعني ليه بتعمموا على كل النساء؟ هو عشان واحد او اتنين او تلاتة او 4 او 10 او 20 او حتى مليون يبقى المليارات كلهم زي المليون؟ طب انا هوضح لك الرؤية. النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم وصاكم على النساء، حس ان انتوا ماشيين بشيطانكم العافي. والشيطان، شيطان اي راجل او اي ست اللي بتمشي وراء اهوائها، او اي راجل بيمشي وراء اهوائه. هقول بس كلمتين كده في نص الفيديو. الشيطان اللي انتوا بتتبعوه، ربنا سبحانه وتعالى امر هذا الشيطان ان يسجد لآدم. يعني ربنا كرم آدم. ما معنى هذا الكلام؟ ان آدم ربنا جعل له سلطة اقوى من الشيطان، واذا حاربته مرة 2 التالتة انت اللي هتكسب، وانا متأكدة. وما يصحش الناس تسيب اهوائها كده ماشية عمال على بطال، لان سيدنا ابو بكر قال لقد بليت ب4: ابليس والدنيا ونفسي والهوى. ابليس والدنيا ونفسي والهوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور ما كنتش انت تمسك زمام نفسك، لان انت النفس دي ضد الانسان، دايما ضده، دايما هي اللي بتعمل الطاقات السلبيه في دماغه. ده انا وحش، ده انا مش عارفه ايش معنى انا، دايما بتديله الطاقات السلبيه. انت لازم بقى تحارب نفسك دي وتمسك زمامها، والا هتفلت منها وهتضيعك. ونفسك بتلعب بيك لما تقول على المرأة والأم اللي ولدتك إنها نكد. لا، ده أنا أمي مختلفة عن النساء. من لا يحترم كل النساء لا يحترم أمه، لأن كل النساء في صورة أمك هي التي ولدتك، ولدت الرجل. فإزاي أنتوا تطلعوا تقولوا إنها نكد؟ مينفعش. وخاصة إن المرأة دي مفتاحها بسيط جدا، بس يفهموا مين؟ تعالى يفهموا الرجل الذكي، الرجل الذكي. لما تقول وتشكر في النساء، انا اول ما الاقي راجل بيشكر في اي ست حتى لو مراته وحشه اقول هذا الرجل ذكي، هذا الرجل ذكي. ما تزعلوش مني، انا مفتاح المرأة بسيط جدا، انك ما تأثرش في حقوقها المالية. ما انت مش عايزة تضحك وتفتح تلاجتها تلاقيها فاضية، او عايزها تضحك وانت كل يوم بتضربها، او كل يوم بتوفر من مصروف البيت عشان تجيب علبة السجاير ومنحها من الاكل يا ولادها، او كل يوم قاهرها غسيل وطبيخ ومسيح وكنيس ودروس، وتروح للولا وتيجي للولا وتقف مع الصنايع، تطلع للصنايع تنزل، وعايزة تضحك لك. عاملها زي الطفلة. مش الطفلة دي بيلعبوها ساعات؟ اديها فترة لعب، خليها تروق لك. حاجة صعبة عليك دي؟ انت الرجل كتير بيبقى خلقك ضيق، مش سجاير، بتاخد حتة حشيشة مثلا، بتاخد مش عارفة ايه، الا من رحم ربي، مش كله كده، ولكن كثيرين كده. هتلاقي نفسك جاتلك الحالة دي من ذكائك،
تنزل انزل بص للشارع كده وارجع لها. ما تحطش راسك براسها عشان انت قوام. سيبها هي تهبل شويه هتهدى. لكن لو وقفتوا قدام بعض الدنيا هتولع نار. هتقول لا ده هي اللي تحتويني وهي اللي تشوف طلباتي. ده صحيح كله في ايد الست، انا عارف معاك كله في ايد الست. بس افرض انت اتوعدت بست عايزه منك انت البدايه، ابدأي يا سيدي. ما انت قوي مفيش مشكله، الحياه تمشي. الست المرأة بلاش الست دي، المرأة بطبعها حنينة وطيبة. لأن مادام ولدت ومادام بتسهر وبتخلف يبقى ربنا اداها الصبر والحنية والطيبة. انت بتخرج عن الصفات الإنسانية دي لما بتلاقي اللي قدامها قاهرها، جاي عليها قوي، ظالمها، مفتري عليها قوي، بتنسى. رجعها انت بقى بذكائك لطفولتها. وبعدين من وراءه امرأة لا يكسر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وراءه ستنا خديجة، ستنا عائشة، سيدنا عيسى كان وراءه ستنا مريم، سيدنا أيوب كان وراءه زوجته. أي رجل وراءه امرأة مسنداه لا ينكسر. السعادة هي النساء، سعادة الدنيا النساء. ازاي انت ما تعرفش تجيب سعادة الدنيا بين ايديك؟ هل هذا ينفع؟ سؤال لك ايها الرجل، هل هذا ينفع؟ لا ينفع. فكر في كلامي وابدأ من جديد، وربنا ييسر امور ناس كتير يا رب مقهورة من النساء. شكرا جزيلا.